جميل جدا، هدف للروعة من مكان في أي زمان وفي أي مكان وضع هذا اللاعب الواعد عبد كبير الوادي. عبد كبير الوادي بفاصل مهاري بإبداع لا حدود له في الكرة الأخيرة. هنا الإعادة، هنا غنشوف الإعادة بدل المرة 3 و4. وضع الكرة بشكل ممتاز جدا، بشكل ممتاز جدا. مشى بها ولد الوادي. ولد الوادي مشى ولعب كرته في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس اوزوكا اللي كان خارج شوية. بالتالي الهدف الأول لرجاء من إمضاء وتوقيع مرمى رجاء لما كان يحمل قميص الوداد الرياضي. خالد سقاط في تنفيذ ضربة خطأ لاعب نادي راسين كلوب دو رينس في البطولة الفرنسية، يحمل اليوم قميص الكوكب في تنفيذ ضربة خطأ في مكان صعب وصعب جدا. عندهم ايضا احمد شاغو خالد السقاط، كرة تسدد والهدف. هدف ممتاز جدا للكوكب بعدما ارتدت الكرة من الجدار دفاعا للنسور الخضر. كرة خادعة ماكرة تدخل مرمى الحارس انس زنيتي. كانت خيدة طريقها بعيدا عن مرمى انس زنيتي، لكن ارتدت من الجدار دفاعا لرجاء. وفرحة وهي فرحة لمناصري الكوكب المراكشي، سعداء جدا بالعودة في نتيجة المباراة. هنا الإعادة كانت كرة خيدة طريقة وكانت لمسة يد من بولديني اللي حول مسار الكرة ومشات لمرمى الحارس انس زنيتي لتصبح النتيجة 1-1. هنا الإعادة للكرة لمن حات هدف التعادل للكوكب امام رجاء. أي سيناريو ما كان يتمنى هشام الدميعي وان يعود في المباراة بهذه الطريقة وان يسجل هدف التعادل من كرة